أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود حرص الوزارة والجهات التابعة لها على توفير جميع الخدمات التي يحتاجها أهالي مدينة صباح الأحمد السكنية. جاء ذلك في تصريح للوزير الشيخ فراس السعود على هامش افتتاحه قسم وزارة الشؤون وقسم خدمات الموظف الشامل التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بمركز الحكومة مول بمدينة صباح الأحمد السكنية، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجهات المعنية. وقال الشيخ فراس السعود إن تشغيل الخدمات في مدينة صباح الأحمد السكنية جاء بناء على تعليمات مجلس الوزراء وتنفيذا للتوجيهات التي دعت لتشغيل الخدمات العامة في المدن السكنية أو الإسكانية الجديدة، إلى جانب الحرص على تسهيل الخدمات للمواطنين من سكان المدينة. من جهته أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف الحمدي المطيري في تصريح مماثل لكونه عقب الافتتاح حرص الهيئة على تسديد الصعاب أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.